السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال متابعيني الكرام؟ أول شيء أحب أتكلم يعني من شان اللي هم المؤثرين في التواصل الاجتماعي، خصوصا السعوديين، اللي ما يدافع عن بلده. فللأسف أقول للأسف إحنا أول شيء يعني ما أعتقد إنه راح أحد يوافقهم الرأي هذا، لأنه البلد خط أحمر. لا تقول لي تجامل هذولا، يعني حنا اخوان، حنا كل واحد يشوف مصلحة بلده. واحنا يا ليت انه مثلا في غلط من عندنا ولا شيء، لا، بس امن الوطن خط احمر، ما حد يقرب منه. فرجاء يعني المشهورين السناب، مشهورين هذا، كل واحد يراجع نفسه. وهذه المملكة العربية السعودية، هذه بلاد الحرمين، هذه البلاد اللي خيرها على العالم كله، مو الأمة الإسلامية والعربية، العالم كله. فأترك يعني المسكنة، ولنا أحباب، أوكي، لنا أحباب عند الدول الثانية، لكن كل واحد، أنا دولتي بالنسبة لي خط أحمر. أمن الوطن والمواطن والمقيم، وحتى الدول يعني المجاورة عندنا خط أحمر. ما بالك واحد يعني برضو يعني أنت قاعد تلعب في أمن وأمان جيراننا اللي استجاروا بنا. فما يصير يا أخوان، رجاء. وثانيا، الشاعر الإماراتي هذا اللي يتكلم عن المرأة السعودية، والله إنها أشرف منك ومن اللي وراك. المرأة السعودية كدت، وقفت في أماكن محلات العطور اللي أنت تقول، ما هي في مرقص ولا، بالعكس، قاعدة تاخذ راتب، تشتغل وتكد وتتعب. في بعضهم شابات يعني ما هم متزوجات، وفي بعضهم متزوجات وعندهم عيال وقاعدة تكد وتصرف عليهم، وفي يعني مطلقات وقاعدة تصرف على نفسها، يعني حتى ما تبغى لأحد عليها منا بعد الله سبحانه وتعالى. فكلامك مردود عليه، والله لو انك في يعني امامي الان كان انا اتصرف معك تصرف ثاني. كويس انت في مكانك، اساسا في جحرك ما تقدر تطلع منه، ومن تكفى. السلام عليكم.